وانا قاعد بتصفح الانترنت وخاصة على اليوتيوب، كنت بشوف فيديوهات غريبة لقنوات بتلخص افلام غريبة محدش يعرفها وناس بتلخصها. قلت ماشي عادي مفيش مشاكل، وانا بسكرول كده على اليوتيوب لقيت حد بيلخص فيلم ذا جاد فازر. ايه ايه يعني ايه؟ فاضل لك ايه تاني غلط تعمله في حياتك؟ يعني انت لو انت بتلخص فيلم ذا جاد فازر هتعمل ايه تاني؟ هتاكل مال يتيم؟ هتخطف عيال صغيره؟ فاضل لك ايه تاني اسوأ من انك انت تلخص اعظم افلام انتجتها السينما؟ والفكره ان انا بقى سحلت نفسي كده، دخلت كده جوه كده لقيت ان كل افلام الناس بتلخصها. يعني حرفيا في افلام اللي هو زي ذا جاد فازر، يعني قلت مثلا ذا جاد فازر ممكن يكون واحد مثلا اتلخبط ولا حاجه وبيلخص، لا ده في ناس تانية بتلخصه ومش ذا جاد فازر بس. الفكره هنا بقى ان انا مش فاهم معنى تلخيص الافلام. سيبك بقى من تلخيص المسلسلات او تلخيص الانمي او المانجا، ده عادي. اصل في مسلسلات مثلا بيكون طويله قوي، وفي ناس مثلا بتكون اتفرجت على موسمين ثلاثه ونسيت الاحداث، فبترجع تتفرج على الملخص تفتكر الاحداث عشان تكمل المسلسل تاني بعد ما وقفت. يعني مسلسلات عاديه. اما بقى نيجي على الحاجه اللي ما ينفعش انك انت تلخصهم، ما ينفعش انك انت تلخصهم، وهي الافلام. طب ليه ما ينفعش انك انت تتفرج على ملخصات الافلام؟ وليه غلط انك انت تعمل كده؟ بروحها كده مع بعض. تخيل معايا شركة إنتاج بتصرف ملايين الدولارات، عشرات الملايين، أو مثلا صرفت 100 مليون دولار على فيلم، وجابت مخرج وجابت كاتب وجابت ممثلين وجابت مهندسين صوت وجابت عشرات من الناس اللي درسوا وقضوا كل حياتهم بيدرسوا سينما عشان يشتغلوا على الفيلم دوت، وعملوا فيلم لمدة ساعتين تتفرج عليه، وده في كل تفصيلة في الفيلم. حتى تلاقي مثلا المخرجين الكبار مثلا اللي هو أفضل مخرجين، هتلاقي مثلا بيقولوا لك إنك أنت لازم تتفرج على الفيلم على شاشة كبيره جدا، ما ينفعش تتفرج على التليفون، ولازم تتفرج باعلى جوده عشان يقدر ان هو يوصل لك متعه الفيلم وكل التفاصيل اللي الفيلم تقدر انك انت تشوفها، تقدر انك انت تحس بيها. وانت بعد كل دوت تروح تشوف لي ملخص 10 دقايق بيحكي لك قصه الفيلم؟ يا عم صباح الفل. لازم تفهم ان الافلام ليها متعه خاصه. يعني حتى الافلام ما بتكونش طويله زي المسلسلات، اغلب الافلام بتكون مدتها ساعتين وانت برضك رايح تشوف ملخص. يعني للدرجات دي ما بقتش قادر انك انت تركز، للدرجات دي بقيت بتمل بسرعه حرفيا. دي حاجه سيئه جدا فينا في الوقت الحالي، وهو ان الناس بدات تركيزها بيقل بشكل كبير، ما بقتش حد قادر ان هي تتفرج على فيلم مدته ساعتين. وده بيكون في الغالب بسبب فرجتك على فيديوهات الشورتس اللي موجوده على اليوتيوب او على التيك توك او على اي وسيله تواصل تانية، فبتخلي دماغك بيمل بسرعه، بتمل من اي حاجه مدتها اكتر من دقيقه. يعني هتلاقي مثلا ناس كتير جدا مش قادر ان هي تكمل الفيديو دوت مع ان الفيديو دوت اساسا قصير، وهتلاقي ناس سينما معليه سرعه تشغيل الفيديو دوت لمثلا ممكن يوصلوا سرعه 2، وهم كده فاهمين الكلام اللي انا بتكلمه، ولو اتفرجوا على الفيديو بسرعه واحد ممكن يموتوا من الملل ومش هيعرفوا يركزوا. فطبعا لازم تحل المشكله بتاع التركيز بتاعتك ديت الاول عشان حياتك عموما اصلا. تعالى نرجع للموضوع الاساسي وهو ترخيص الافلام. الافلام الحلوه بيبقى فيها قصه عظيمه وحوارات محتاجه انك انت تشوفها وتلتمسها وتسمعها من بق الممثلين وتقراها كده بعينك لو انت طبعا بتشوف ترجمه. الافلام فيها اخراج عظيم من مخرجين 100%، لازم انت تشوف الفيلم بتاعهم وتركز في كل تفصيله عشان تشوف رؤيتهم الخاصه بتاعه الفيلم، مش انه حد يحكيهولك. الافلام بيبقى فيها ممثلين بيموتوا نفسهم عشان يوصلوا لك احساس الشخصيه، سواء كانت الشخصيه ديت انك انت تتعاطف معاها او انك انت تحزن للشخصيه او انك انت تفرح او تتضايق او يوصل لك مشاعره عموما مع الحوارات اللي هو بيقولها، مع الاخراج العظيم، مع السينماتوجرافي العظيمه اللي انت هتشوفها والمشاهد الجميله. ده في مشاهد بس بتكون صامته محدش بيتكلم ولا اي حاجه، وفي بس مشاهد سلو موشن. ده غير يا جدعان الاصوات اللي في الافلام، الاصوات في مهندسين صوت شغالين على الاصوات ده عشان يحسوك بالفيلم. يعني تخيل مثلا الافلام الرعب مثلا 90% من افلام الرعب بتعتمد على الاصوات اللي فيها، ده الاصوات اللي فيها اللي بترعبك من جوه، اللي بتقلقك، الموسيقى، الحاجات دي كلها. فالافلام لازم انك انت تشوفها انت، مش ان هو حد يحكيها لك او حد ان هو يلخص لك الفيلم دوت، لان انت مش تاخد اي متعه من الافلام ديت. وفي افلام بيبقى فيها جدل وفيها وجهات نظر، فمحتاج انك انت تطلع رايك عن الفيلم دوت، فهم بيعملوها عشان انت بنفسك تطلع راي للفيلم دوت، رايك الخاص. اما بقى ماشي في افلام وحشه اللي هو ما حدش يعرفها غير اللي هو اللي عمل الفيلم دوت، هو بس اللي اتفرج عليها. الافلام دي ما تستحقش انك انت تضيع وقتك عشانها. فممكن تتفرج مثلا على واحد بيلخص الفيلم ده بشكل كوميدي وتضحك على الفيلم، بس مش فيلم ذا جاد فازر اللي تشوف له ملخص. فانت كده بتخش على ازدراء افلام وبس. يا ريت بقى تبطل تتفرج على ملخصات افلام وتبدا انك انت تتفرج على افلام، اصل هي ساعتين من وقتك، فاهم؟ يعني انت بتضيع وقت اكيد كتير جدا في حاجات ملهاش لازمه، فما جتش على الساعتين اللي هو تضيع فيها الفيلم دول يعني. وبس. سلام.